بصراحة المكسب الحقيقي في القصة دي مش تجديد إمام عاشور لحد 2030. المكسب الحقيقي هو الدكتور عصام سراج. الراجل تحس إننا عملنا له عملية نسخ ولصق من ملف الثعلب عدلي القيعي. قعدة واحدة مع إمام عاشور خلصت القصة، والعقد اتعادل والقلوب اطمنت والأحزان اتوزعت بالتساوي على 100 عقبة. إمام عاشور مدد ووقع عقدا جديدا ب25 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 10 ملايين بونص خاصة بالبطولات. أما الإعلانات فحسب كرم ربنا، وربنا كريم فعلا، خصوصا لما يكون الإعلان على فانيلة الأهلي. وبحسب مصادر مقربة من القعدة، لو الدكتور عصام سراج قعد مع بيزيرة فمش بعيد يرجعه يسيق بلاط النادي الأهلي ويقف يستقبل الجماهير من بوابة التتش، بدل ما جماهير نادي أزة بتطلع تقول: بيزيرة انت فين يا بيزيرة؟ ارجع، وجماهير الزمالك كلها تحت رجليك، ارجع علشان خاطرنا، نبوس جزمتك بس ارجع. الأهلي يجدد لإمام عاشور حتى عام 2030، والأحزان مستمرة في 100 عقبة، وسط حالة من الصمت الحزين والتساؤل الأبدي: هو احنا كنا فين وقت القعدة دي؟ نشكركم لحسن تعاونكم معنا، ونرجو من جماهير الزمالك ارتداء ملابس الحداد حتى إشعار آخر. وسمعنا يا عم الأضحوك.